السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة وخطواتها واضحة، واهم حاجة بقى انها بتاخدش وقت كبير واحنا بنحضرها. وهنعمل النهاردة المكرونة السوسته، واقول لكم في الفيديو على الطريقة المظبوطة ليها والتسوية المظبوطة وازاي نطلعها مفلفلة بالشكل ده. فلو كنتوا اول مرة لسه بتجربوها فبجد هتطلعوها حلوة جدا وهتعتمدوا الطريقة دي في المكرونة. فيلا بينا نبدأ ونشوف طريقتها ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. فيلا بينا ونشوف الطريقة والمقادير اللي احنا هنحتاجها. في البداية كده محتاجين نص كيلو مكرونة، او ممكن تستخدموا كيس مكرونة اللي هو بيكون 400 جرام. بالنسبة بقى لنوع المكرونة فانا هستخدم هنا المكرونة السوسته، بس طبعا اي نوع مكرونة ممكن تستخدموه عادي. معانا كمان صدر فرخة وده كان حوالي ربع كيلو، ممكن تستخدموا نص كيلو او اي كمية انتوا بتفضلوها. يعني في الوصفة مش مرتبطين بكمية او بمقدار معين، اي حاجة متوفرة استخدموها عادي. وبالنسبة للفراخ هنقطعها تكون قطع وسط شوية، وده عشان تاخد التسوية المظبوطة. ونغسلها كويس بمية وليمون، وبعد كده هننشفها من المية دي كويس. وهنحتاج كمان في وصفتنا فلفل ألوان، أي كمية بقى تحبوها استخدموها عادي. هنستخدم الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر. ولو حابين إن المكرونة تكون معاكوا سبايسي شوية ممكن تستخدموا برضو مع الفلفل قرن فلفل حراق. وبعد كده هنغسلهم وهنبدأ نقطعهم شرايح بالطول زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تقطعوا الفلفل بأي شكل انتوا حابينه، بس اهم حاجة ان احنا نقطع الفلفل كله بنفس الشكل عشان يدينا شكل حلو في الوصفة. والفلفل الالوان هنا بيدي نكهة وطعم حلو جدا للمكرونة. بعد كده في حلة او طاسة على النار وهننزل عليها بمكعب زبدة مع 3 معالق زيت وهنسيبهم يسخنوا. هنوزع الزيت والزبدة في الطاسة كلها. واول ما الزبدة والزيت يسخنوا هننزل عليهم بقطع الفراخ، واهم حاجة انها ما تكونش فيها اي مية خالص. انا في المرحله دي ما بقلبش الفراخ خالص، انا بس يا دوب كده بوزعها في الحله كلها، لان لو قلبتها وهي لسه ما اخدتش صدمه فالفراخ هتنزل عصارتها. واول لما بنلاحظ ان الفراخ اخدت صدمه ولونها اتغير بنقلبها على الناحيه التانية. هنفضل نقلبها لعند ما تحمر كده وتاخد اللون اللي احنا عايزينه. بعد كده هننزل عليها بمعلقه توم او معلقتين توم مفرومين وهنشوحها مع الفراخ. هنقلبهم كويس لعند ما ريحة التوم تطلع، واول لما نلاقي ان ريحة التوم كده ظهرت هنبدأ ننزل عليها بالتوابل. معايا نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة كمون، ومعلقة كبيرة بهارات فراخ. وهنقلبهم مع بعض كويس من دقيقة لدقيقتين. وبعدين هننزل عليهم بعصير الطماطم، وهنحط عليها كمان معلقة بابريكا عشان تدينا لون حلو كده. وانا هنا كان عندي صلصة طماطم كنت عاملاها فهستخدمها عادي جدا. كمان هضيف عليهم معلقة ملح، والملح هنا على حسب الرغبة. هنسيبهم يتسبكوا شوية مع بعض عشان الفراخ تستوي، وهنقلبهم كويس مع بعض. وبعد كده هنغطي عليهم وهنسيبهم يستووا على نار هادية. تاني حاجة هنعملها في وصفتنا وهي تحمير المكرونة. احنا مش هنعملها مسلوقة، بس احنا هنحمرها لان بيكون طعمها احلى وكمان بتكون مفلفلة اكتر من المسلوقة. في حلة على النار هننزل فيها بمكعب زبدة مع معلقتين زيت، وهنستنى لعند ما يسخنوا. وبعد كده هننزل عليهم بالمكرونة. انا هنا هستخدم المكرونة السوسته، وزي ما قلت اي نوع مكرونة انتوا بتفضلوه استخدموه عادي. وبعد كده هنبدأ نقلبها، ولازم طبعا نقلبها باستمرار عشان ما تتحرقش. يعني ما ينفعش ان احنا نحطها على النار ونسيبها ونمشي، هنلاقي ان جزء اتحمر وجزء تاني لسه. فهنفضل نقلبها باستمرار لعند ما تاخد اللون الذهبي اللي احنا عايزينه. ودي تركة حلوة جدا في المكرونة لانها هتطلعها معانا مفلفلة وطعمها حلو جدا. وانا هنا في الوصفة استخدمت كيس مكرونة كان وزنه حوالي 400 جرام. ولو حابين انكم تزودوا الكمية فهتزودوا عادي، بس هتضاعفوا المقدار. وبتطلع برضو حلوة جدا ومظبوطة، بس اهم حاجة انكم تمشوا على الخطوات المظبوطة.
هنفضل بقى نقلب في المكرونة لعند ما تاخد لون دهبي حلو، واول لما تاخد لون الدهبي الحلو ده هننزل عليها بالفلفل اللي احنا قطعناه، وهنقلبهم مع بعض كويس. لو حابين المكرونة تكون سبايسي شوية فهتحطوا عليها قرن فلفل حراق. هنقلبهم مع بعض حوالي 3 دقايق كده. في الوقت ده برضو بنقلب المكرونة باستمرار، يعني ما ينفعش برضو ان احنا نسيبها ونمشي، عشان ما نلاقيش في الاخر جزء اتحمر واخد لون والجزء التاني لأ. وفي الوقت ده هتكون الصلصة مع الفراخ بقت جاهزة، ودلوقتي هننزل عليهم بالمكرونة اللي احنا حمرناها. هنقلبهم بقى كويس جدا مع بعض لعند ما نحس ان المكرونة كلها اتغلفت بالصلصة. بالنسبة بقى لتسوية المكرونة فانا هنا هسويها بالشوربة. طبعا يفضل انها تكون شوربة لحمة لانها بتديها طعم ونكهة حلوة جدا. طب لو مفيش بقى شوربة لحمة، عادي جدا هنغلي مية وهنضيف عليها مكعب مرقة، وهندوب مكعب المرقة في المية كويس، وبعد كده هننزل بيهم على المكرونة. هننزل بقى بالشوربة ومش هنكتر، يعني ما نغطيش المكرونة كلها بالشوربة عشان ما بتاخدش هي مية كتير او شوربة كتير وما تعجنش معانا. هنغطي عليها وهنسيبها تغلي، وفي الوقت ده انا كنت سايباها على نار متوسطة، وبعدين هنقلبها ونسيبها لما تشرب المية او الشوربة اللي احنا ضفناها عليها. واول لما تشرب الشوربة هنغطي عليها وهنسيبها على نار هادية من تلت ساعة لنص ساعة وهتكون جاهزة معانا. وكده المكرونة استوت وبقت جاهزة معانا. شكلها ما شاء الله حلو جدا، وكمان ريحتها طالعة في الوقت ده حاجة كده ما شاء الله حلوة قوي. وبجد دي من اسهل واحلى الطرق اللي ممكن تجربوها في المكرونة. يعني لو كنتوا لسه اول مرة بتجربوها فبجد نتيجتها مضمونة جدا، لانها بتطلع مكرونة مفلفلة مش معجنة خالص. وبجد وصفة سهلة ومش مكلفة خالص، وكمان ما بتاخدش وقت واحنا بنحضرها، وفي الاخر طعمها بيبقى حلو جدا. ممكن بقى تقدموها مع كفتة مشوية او بانيه او اي حاجة عموما انتوا بتحبوها. وبعد كده هنبدأ نغرفها في طبق، وحقيقي شكلها حلو جدا وكمان مفلفلة، فتقدروا تعتبروا ان دي من انجح الطرق اللي ممكن تجربوها في المكرونة. اتمنى بقى انكم تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتات. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. واشوفكم على خير في فيديو جاي.